عملية تفجير السفارة المملكة المغربية في تاريخ 13 من شهر إبريل من عام 2015 الموافق يوم الاثنين. إن هذا العمل الدنيء الذي لا يمت بالمواثيق والعهود الدولية أي صلة، فهو إنما يدل على تدبير يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل ليبيا وتوصيل رسائل للعالم إنما نحن الأقوياء ونستطيع القيام بأي شيء، وهذا التنظيم الظلامي إنما هو من قوى الشر الذي يسعى جاهدا لتحقيق أهدافه من التوسع والتمدد. هذه العملية كانت قد تم الإعداد لها من قبل خلية طرابلس، وهم الزبير وعاصم ويوسف وصهيب. ولقد أعد يوسف وطلحة وصهيب حقيبة وضعوا فيها لغم مدرعات، وتم لصقهم مع بعض، وتم ربطهم بهاتف محمول واحد. ثم ذهبت هذه المجموعة واستقلوا سيارة نوع هونداي أزيرا بيضاء، حيث قاموا بالاستطلاع قبل التنفيذ بنصف ساعة. وعند الساعة 12 صباحا نزل صهيب ووضع اللغم بجانب الباب، وبعد فترة وجيزة اتصل طلحة باللغم، وكان الاتصال من شارع جرابة، وحدث الانفجار. ونتج عن هذا الانفجار تدمير الواجهة الأمامية لسفارة المملكة المغربية واشتعال النيران، وكانت السفارة المملكة المغربية خالية من الموظفين. والسفارة المغربية كان فيها الزبير وصهيب ويوسف. اللي حط العبوة صهيب، لكن ما عنديش تفاصيل على فريق التنفيذ. السفارة المغربية أنا وعاصم اللي هو أحمد الركاعي. قال بيضرب السفارة المغربية، قلت له والله مش تمام، من يمشي. فقلت له أنا وطلحة، كنت أنا طلحة موجود ومعانا صهيب، فقلت له خلاص نمشي احنا الثلاثة. خدينا شنطة زشناطي لغم مدرعات، لصقناهم في بعض وعلقناهم بتليفون واحد. طلعنا بالكية كحلة لبتيمة حوالي تقريبا الساعة 12 في الليل بالضبط. طلع قبلنا الزبير قبلنا بنص ساعة، استطلع الطريق اللي كان فيهاش بوابات ولا شيء، كلمنا بالهاتف. طلعنا نزل صهيب حطها بجنب الباب، كملنا طلعنا صلبها طلحة، ففجرناها انفجرت وسحبنا.